أنا صيدلانية، عندي 32 سنة. أعتقد برضه إن أنا أمتلك قدر من الجمال. الحقيقة إن أنا ما كنتش حابة إن أنا أتجوز الفترة اللي فاتت دي كلها، لأنه أنا كنت مشغولة أكتر في دراستي، عايزة أخلص الكلية، عايزة أحضر الماجستير الدكتوراه، عايزة أنجز اللي أقدر أنجزه قبل ما أتجوز وأفتح بيت. مش رافضة الموضوع ولا حاجة، ولكن كان قرار مؤجل. من 4 شهور كده كنت حاسة إنه خلاص ده وقت مناسب إن أنا أبدأ أشوف نفسي، أبدأ أفكر في خطوة الارتباط. وفعلا بالصدفة البحتة جدا جه حد من قرايبنا، عرفني على حد صديقه جاي من بره. هو أكبر مني ب8 سنين، يعني عنده تقريبا 40 سنة. برضه هو اتأخر لأنه هو كان بيكون نفسه، كان عايش في الخليج بره، فكان بيشتغل لحد يعني بسم الله ما شاء الله ما دلوقتي عنده بيزنس بتاعه كبير جدا، وهو شخص محترم جدا ماديا كويس. يعني عيلته كمان حقيقي حقيقي حاجة تشرف، وكل حاجة كانت بالنسبة لي it's perfect يعني. كل حاجة كانت ممتازة بالنسبة لي، أنا كنت مرتاحة جدا معاه، هو كمان كان مرتاح معايا. كنت شايفة إن كل حاجة أوكي يعني. الحقيقة إن إحنا ما خدناش وقت كبير كمان في التعارف، هو يا دوب 3 شهور. الشهر الرابع إحنا كنا بالفعل متجوزين. هو شخص كريم، ما قصرش معايا في حاجة، عمل لي فرح كويس جدا، كتب لي مؤخر كمان كبير جدا. كل حاجة كانت زي ما أنا عايزة وأكتر كمان. يوم الفرح دخلنا بيتنا، ويا دوب غيرت الفستان وهو غير البدلة، ولسه بتكلم معاه بقول له تيجي نتعشى بتاع. لقيت وشه اتغير، طريقة كلامه غريبة جدا، ولقيته بيقول لي ايه المنظر ده؟ قلت له منظر ايه؟ قال لي ايه المنظر ده؟ انتي ليه شكل بطنك عامل كده؟ فقلت له بطني مالها؟ قال لي في حاجة في بطنك، في نقط سودة في بطنك، دي ايه؟ قلت له اوكي، دي عملية قديمة انا كنت عاملاها قبل ما اتجوز يعني، ودي اثار الجروح بتاعتها عادي يعني بتحصل. فراح قال لي عملية؟ عملية ايه؟ قلت له انا كنت تخينة وانا صغيرة فعملت تكميم، وده اثر العمليه يعني، ما فيش مشكله خالص، وعادي يعني انا حاولت ان انا اشيلها بجلسات وحاجات، بس ستيل برضو لسه في اثار ليها يعني. راح قال لي ايه؟ وانت ازاي ما تقوليليش حاجه زي كده؟ قلت له عادي يعني، اصل الموضوع ما يستحقش ان انا احكي، زائد الكلام ده كان من زمان قوي، ده وانا في ثانويه عامه، فيعني اكيد انا نسيت وخلاص الموضوع انتهى. وبعدين عادي يعني، هو المفروض ان انا اقولك ان انا عملت الزايده مثلا، او عملت المراره، او عملت فتاء او كده؟ عادي عمليه وخلاص وشكرا يعني. قال لي لا معلش، دي مش اي عمليه، انتوا كده نصبتوا عليا، انتوا كده خدعتوني، انتوا المفروض كنتوا تقولوا لي ان انت عامله العمليه دي، وانا اقرر بقى اتجوزك ولا لا. فحقيقي انا افتكرت ان الكلام هزار، فوقفت كده مصدوم، قلت له هو لو ده هزار فبليز بس نوقف الهزار ده، لانه ده هزار. فقلت له بليز هو بس ده لو هزار يعني نوقف الهزار ده، لانه ده هزار سخيف جدا وانا مش قابلاه حقيقي. قال لي وانا ما بهزرش، انتوا خدعتوني، انتوا نصبتوا عليا، انتوا بعتولي واحده من بره شكلها حلو قوي ومن جوه شكلها مش حلو. انت جسمك متدمر، ايه الجروح دي كلها، وايه العمليات اللي انت عاملاها دي، وايه الترهلات دي، وايه العلامات اللي في جسمك دي؟ يقصد طبعا الستريتش ماركت. طبيعي اي حد بيتخن ويخس بيكون في علامات تمدد في جسمه يعني، حاجه نورمال جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. هو نفسه عنده كيرش لو نزل يبقى عنده علامات تمدد. انا لما اخلف وبطني هتنتفخ اكيد هيبقى عندي علامات تمدد. قلت له الكلام ده، قلت له ده عادي جدا، ده بيحصل، ده عادي ما فيهوش اي مشكله خالص، دي حاجه ما تعبنيش ما بتقللش مني. قال لي انا اسف، انا اتنصب عليا في الجوازه دي، انتوا ضحكتوا عليا وخليتوني اكتب مؤخر كبير، وخليتوني اجيب عفش بالشيء الفلاني واعمل فرح بمش عارفه ايه علشان تدبسوني فيكي. قلت له لو حد معدي دلوقتي سمع الحوار اللي داير بينا ده هيقول عليا ست مش محترمه، هيقول انت لقيت ايه في مراتك قاعد تقول لها عليه الكلام ده يوم فرحها؟ يعني لما واحد يقول لمراته يوم فرحها انتوا خدعتوني وانتوا نصبتوا عليا وانتوا غشتوني، الناس تفهم ايه؟ انت ازاي اصلا تقول كده عليا؟ يعني اصلا الموضوع لا يستحق كل ده. قال لي لا معلش انا اسف،
انا متغرب بقالي سنين بره عشان انزل اتجوز واحده حلوه واعيش معاها واكون مبسوط معاها، ما اتجوزش واحده ده شكلها. انتوا عملتوني كاني بشتري عروسه لعبه، من بره شكلها حلو قوي ومن جوه طعمها وحش. انا حقيقي ما كنتش قادره استوعب الكلام. هو انت يعني متجوزني لمجرد ان انا ست حلوه مزه بالبلدي يعني؟ مش عشان انا مثقفه، مش عشان انا متعلمه، مش عشان شخصيتي، مش عشان انا محترمه، مش عشان تربيتي، مش عشان عيلتي، مش عشان اي حاجه. هو انا ملخصي عندك ان انا ست شكلي حلو بس. المهم طبعا الموضوع بينا تطور جدا في الحوار، ويتقال كلام صعب حقيقي ان انا حتى ان انا اذكره. كل واحد دخل اوضه، فضلنا قاعدين ساكتين خالص. بعد حوالي مثلا ساعه كده لقيته دخل بياخد المخده، بياخد غطا وطالع ينام في الاوضه التانية. حسيت انه لا خلاص، انا ما ينفعش ان انا اقعد اكتر من كده في البيت يعني. غيرت، لبست هدومي وجيت افتح باب الشقه عشان انزل، فراح جه قال لي انت بتعملي ايه؟ قلت له انا رايحه عند اهلي. تقدر طبعا آم، تكلمهم ونشوف بقى الحكايه دي هترسي على ايه. قال لي لا طبعا ما ينفعش ان انت تنزلي دلوقتي خالص، ما يصحش. انت ممكن تقدري تدخلي تنامي جوه في الاوضه وفي اوضتك عادي جدا، وقفلي على نفسك، وبكره ان شاء الله انا اللي هوصلك بنفسي لبيت اهلك. هو الحقيقه ان انا فعلا ما كنتش عارفه امشي هعمل ايه يعني، بشكلي ايه وانا راجعه الفجر بيت اهلي يعني. هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه حقيقي يعني؟ الناس اللي في الشارع هتقول عليا ايه؟ مش هتستوعب طبعا اي حاجه من الهرتله اللي حصلت دي. المهم قلت له اوكي تمام. دخلت فعلا نمت الصبح بدري، لقيته بيصحيني يلا بينا. خدت حاجتي وراح وصلني عند بيت اهلي وسابني ومشي. بقالي اسبوعين في بيت اهلي. كل طبعا شويه حد يسالني إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، انتي رجعتي ليه؟ حقيقي مش عارفه ارد اقول ايه. مش عارفه. مش دي برضو الازمه يعني، مش دي المشكله، لانه اصل يعني هرد اقول ايه؟ دي حاجه تافهه جدا محدش ممكن يتخيلها. لقيته بيتصل بيا بيقول لي عملتي ايه؟ هل بلغتي اهلك باللي حصل؟ قلت له اكيد لا، انا مش عارفه اقول لهم حاجه لحد دلوقتي وحضرتك ما بتردش عليهم. قال لي طيب هستاذنك ان انت تبريني من كل حقوقك، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وهستعوض ربنا طبعا في العفش اللي جبته، في الفرح اللي انا عملته، في فستان الفرح وهقول ان هي زكاة عني يعني. وانتي تبريني علشان ما افضحكيش واقول للناس كلها السر ده. فقلت له انت بتقول ايه؟ تفضحني ليه؟ هو انا عملت ايه؟ يعني ايه تفضحني؟ قال لي هقول اسرارك، هقول انت شكلك عامل ازاي، هقول انت من بره شكلك ايه ومن جوه شكلك ايه، عندك ترهلات، عندك ستريتش ماركتس، عندك علامات في جسمك لعمليات، ودي حاجه مفيش راجل في الدنيا ممكن يقبلها. الحقيقه انا حكيت لاهلي وهم قالوا لي ابريه يعني، سوري يغور في داهيه بالفلوس. بس انا شايفه انه لا، يعني انا سمعتي اللي اتضرت دي مين يرجعها لي يعني؟ مين ممكن يتخيل او يصدق ان في عروسه ترجع من بيتها تاني يوم فرحها الصبح علشان السبب التافه ده؟ اكيد طبعا الناس بتقول عليا كلام كتير، واكيد انتوا فاهمين طبعا المجتمع بتاعنا عامل ازاي. وانا شايفه انه لا، اقل تأديب لي ان انا ما اتنازلش عن حقوقي، طالما هو اللي عايز يسيب وهو اللي عايز يطلق. وانا مش قليله، انا مش قليله خالص. انا 100 مليون واحد يتمناني، كون ان انا فضلته عنهم ما اعتقدش ان انا استحق منه كده. مش عارفه طبعا ايه الصح، ابريه واسيبه يمشي ويبعد عن حياتي، ولا ادبه واخد حقوقي منه؟ يكفي كسرة قلب.